السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مليارات الحسنات في 4 كلمات نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أمنا جويرية رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، يعني خرج من عندها مبكرا حين صلى الصبح، وهي في مسجدها أي في المكان الذي تصلي فيه في بيتها. ثم رجع بعد أن أضحى أي بعد أن صلى صلاة الضحى وهي على نفس الحالة جالسة في مكانها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما زلت على تلك الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت من بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قالت: ماذا قلت يا رسول الله؟ قال: قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله أكبر. ايه معنى الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند امنا جويرية الصبح ورجع بعد الضحى، فهي كانت قاعده تذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال لها: انت لسه يعني قاعده نفس القعده وبتقولي هذه الاذكار؟ قالت له: نعم. قال لها: انا بقى قلت من بعدك بعد ما خرجت 4 كلمات كررتهم 3 مرات بس، لو اتوزنت بكل اللي انت قلتيه هتوزنهم وزياده. ايه هم؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. ايه المعنى؟ يعني أسبح الله عددا كعدد خلقه كثرة، ورضا نفسه عمن رضي عنه من عبادي، وزنة عرشي أي مقدار وزن عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ومداد كلماته أي المدد الواصل من الله تعالى لكل شيء أو قدر ما يوازي كلمات الله في الكثرة. قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. الله أكبر، ما شاء الله. يبقى وزنة عرش، شوف بقى كلمة، يعني عشان نتكلم بقى عن وزن عرش الرحمن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة. يعني الحلقة دي أو الخاتم ده اترمى في صحراء. إيه هي النسبة والتناسب بين الخاتم والصحراء؟ لا شيء، ولا أي آلة حاسبة في الدنيا تقدر تجيب النسبة دي. تمام؟ وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهذا الذكر لا تفارقوه أبدا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. شوف عدد المخلوقات، مش الإنس والجن والملائكة فقط، لا، كل المخلوقات. شوف قد ايه منذ بداية الخلق إلى يوم القيامة. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.